لو عندك منطقة حول الفم أغمق من باقي بشرتك، الحل في الفيديو ده. روحها خفيفة بس ديفا 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 ديفا. استمرار منطقة حول الفم غالبا بيكون بسبب عادة غلط انت بتعمليها، زي استخدام الفتلة او الواكس في ازالة الشعر من غير ترطيب بعدها. معجون الاسنان بيجي على المنطقة دي وانت بتغسلي اسنانك، تعرض للشمس من غير ما تحطي واقي شمس، واحيانا بعد حتى ازالة الشعر بتكون المنطقة دي مخدرة شوية مهما حاولتي تهتمي بيه. لعلاج المشكلة دي عندك حل من اتنين: الطريقة الطبيعية والطريقة بتاعت الصيدلية. الطريقة الطبيعية هتخلطي زيت جوز الهند مع زيت اللوز الحلو وتدهني المنطقة دي كل يوم قبل ما تنامي وتفضلي بيها طول الليل. الطريقه بتاعت الصيدليه هتجيبي جل تفتيح اسمه فاكيشن وايتنينج جل وبتدهنيه على المنطقه دي كل يوم بالليل قبل ما تنامي، وبتصحي الصبح بتدهني المنطقه دي بنسينول. الطريقه دي بتكون اسرع شويه لو عندك مناسبه قريبه ومستعجله. اهم خطوه مع اي علاج انك تحطي واقي شمس قبل ما تنزلي، وكمان ترطبي المنطقه دي كويس قوي بعد ازاله الشعر. الاستمرار حوالين الفم ده مش عيب فيكي، ده نتيجه عادات غلط ممكن نعدلها. مع العلاج والترطيب بشرتك هترجع تاني لونها موحد. جربيها بنفسك وشوفي الفرق، ما تنسيش تدعيلي. خليكي ديفا، خليكي ليدي.